وسهلا بكم. النهارده هنحل مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب، اللي هو 3 لقاءات النادي الأهلي في الدوري. النهارده النادي الأهلي 3 لقاءات ب3 انتصارات. النهارده النادي الأهلي فوز على المقاولون العرب فوز مستحق، فوز يستحق الإشادة، فوز 2-1. تغلب النادي الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف. الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب محمد طاهر، والهدف الثاني جاء عن طريق محمد هاني بتمريرة حلوة وجميلة من إمام عاشور، وتسديدة صاروخية من محمد هاني تسكن شباك أبو السعود. الهدف بتاع المقاولون جات في ايد اللاعب اللي هو اللاعب اليو ديانج، وخبط وجت في ايد اللاعب اليو ديانج، ولاعب المقاولون اوشايا سجل هدف تقليص الفارق. النهارده المباراة تستحق الإشادة للنادي الأهلي بعد الخروج من الدوري الأفريقي وخسارة بطولة السوبر في أول الموسم، فخروج من بطولتين في أول الموسم. كان النهارده دافع كبير للاعيبة النادي الأهلي إن هي تفوز، لأن آخر النتائج ما كانتش مرضية لجماهير النادي الأهلي، لأن النتائج الأخيرة ما كانتش. لعب 4 لقاءات في الدوري السوبر الأفريقي لم يفوز ولا لقاء، تعادل لقاءيا وتعادل 3 لقاءات وخسر لقاء من صن داونز 1-0 في جنوب أفريقيا. فالنهارده فوز والعودة للمباريات المحلية للنادي الأهلي تستحق الإشادة. والنهارده الفوز الثالث على التوالي يوصل للنقطة 9، ويلاحق بيراميدز اللي هو متصدر ب13 نقطة. النهارده النادي الأهلي كان يعني رايح بعض اللعيبة مثل مروان عطية ومثل علي معلول، ومثل النهارده كان رايح بعض هو رايح اللعيبة المجهدة، رايح بتاع 5-6 لاعبين عشان خاطر كان ضغط مباريات، وكمان رايح محمد الشناوي، ويعني رايح يعتبر ورام ربيعة، النهارده رايح بعض اللعيبة للإجهاد أو لضغط المباريات. والنهارده كان نازل في نص الملعب، مش نص الملعب المعتاد بتاع النادي الأهلي. يعني مثلا كان في كوكا من نص الملعب وقفشة، ده نص الملعب بتاع النادي الأهلي، وكوكا لاعب كبير وقفشة لاعب كبير. والنهارده قفشة ساهم في الهدف الأول بتاع النادي الأهلي اللي سجله محمد طاهر في أواخر الشوط الأول في الدقيقة 47 من نهاية المباراة في الوقت الضائع. النهارده الفوز يعني يدي ثقة أو بعض الأريحية لمارسيل كولر، عشان خاطر النتيجة الأخيرة كانت يعني مش على المستوى، أو النتيجة الأخيرة ما كانتش مظبوطة، فده يدي بعض الأريحية لمارسيل كولر. والفوز النهارده يدي ثقة أو بعض الثقة، يرجع بعض الثقة لجماهير النادي الأهلي، والوصول للنقطة 9 ده كده حاجة كويسة. بس النهارده تسديدة مفاجئة بتاعت اللاعب محمد هاني، وتمريرة كالعادة إمام عاشور ولمساته الممتازة يقدر إن هو وتسديدة صاروخية من محمد هاني ويحرز الهدف الثاني. وبالمناسبة محمد هاني مستواه كويس ومستواه يستحق الإشادة، هيبقى في منافسة ما بينه وما بين أكرم توفيق، اللي هي نقول له الحمد لله على السلامة في مباراة العودة بتاعت النادي الأهلي في قصاد صن داونز في السوبر الأفريقي. النهارده كان في بعض التبديلات والتغييرات عشان خاطر راحت بعض اللاعبين. هنرجع للمباراة. الشوط الأول استحواذ سلبي للنادي الأهلي، وما كانش فيه فرص محققة
على المرمى، يعني ما كانش فيه فرص محققة على المرمى نهائي غير بعض التسديدات العشوائية وتكتل دفاعي من المقاولون العرب، ويعني كانوا خالين نص الملعب ما فيش استحواذ. هو الهدف بتاع طاهر محمد طاهر واحتفاله الجميل ان هو يرفع علامة النصر، ده حاجة جميلة. وطاهر محمد طاهر يعني مقصود كولر مديه عشان خاطر يبقى فيه منافسة ما بينه وما بين اللعيبة، عشان خاطر يعني يخلي اللعيبة كلها على مستوى واحد. كان في تذبذب في بعض الشيء في مستوى اللعيبة ومقصود كولر، وكان في بعض الكلام في آخر 4 أو 5 مباريات، ولكن النهارده الفوز يعني لما يدي اطمأنينة لمجلس الإدارة ويدي اطمأنينة للمدير الفني. النهارده كان زي ما قلت لكم في بعض راحة اللاعبين، وهذا ما يعني ان يعني عشان خاطر يدي منافسة ما بين الفريق وما بين اللعيبة وبعضها. النهارده المباراة الشوط الأول يتلخص في المقاولون العرب يتكتل دفاعيا، والنادي الأهلي لم يعني استحواذ سلبي، كان غير قادر عن هو يعمل مباراة كويسة. يعني الشوط الأول مفيش أي لقطة مضيئة غير لقطة طاهر محمد طاهر وتمريرة محمد مجدي قفشة والهدف الأول للنادي الأهلي. النهارده مفيش في الشوط الأول